كنزاتي وحشتوني قوي. صحيت من النوم ما لقيتش عيش في البيت. هل اسكت؟ انا عايزه افطر. عندي الجبنه القريش بتاعتي القمر دي. رحت جايبه دقيق ورحت عامله بصوا العيش طلع قمر احلى من اللي كنت كمان هشتريه من بره. ووفرت جامد جدا. تعالوا نشوف. يلا. معانا كوب، نص كوب لبن دافي. حطيناه كده وحطينا عليه كيس خميره عادي، وحطينا عليه مع كمان معلقه سكر عشان يتفاعل مع بعضه. تمام. جبت البولة بتاعتي، حطيت كوبايتين دقيق. هوريكم بقى الاختراع وفي نفس الوقت وفرت حلو قوي. تمام. هننزل بمعلقة بيكنج باودر وحبة ملح صغننين، وبعد كده 3 4 معالق زيت. قلبت الأول المكونات وهنزل بالزيت بالطريقة دي، وفضلت أقلب كده. كانت معايا هنا الخميرة خلاص اختمرت في نص كوباية اللبن الدافي مع معلقة السكر. وأقلب كده عشان خاطر أخلي العجين كله يتناسق مع بعضه. معايا بقية كوباية اللبن، أنا قسمتها نصين. بصوا العجينة بقت هشة وجميلة وحلوة قوي. سبتها تخمر شوية صغننين. اهي حطيت حبة دقيق وابتديت ألم في العجينة بالطريقة دي. هل هعمل منها العيش بس؟ لا، ده أنا عملت منها العيش وطلعت منها ميني بيتزا. يعني عيش عشان أنا أفطر، ورحت مطلعة منها ميني بيتزا. كوبايتين دقيق بس أعمل بيها كل الكلام ده؟ عملت بيها كل الكلام. سبت أول قطعة كانت كبيرة شوية، قلت دي اللي هعمل بيها ايه، رغيف كده حلو عشان أفطر بيه مع جبنة القريش بتاعتي. حطيت حبة زيت صغننين في الطاسة، مفيش فرن ولا حاجة، في الطاسة بتاعتي. بصوا اللهم صل على النبي، العيش ابتدى بصوا ينفخ ازاي وجميل عشان العجينة حلوة. بصوا القمر.